صباح الخير ناس الكل. مناعي مروة، عضو جمعية جسور المواطنة. نحن اليوم في مسيرة لمناهضة العنف المسلط على المرأة. للظاهرة هذه اللي قاعدة تنتشر في بلادنا، قتل وفاء سبيعي اللي هي الجريمة الأخيرة اللي تقتلت على يد رجلها حرقا. نحن اليوم ندوا بكل أشكال العنف المسلط على النساء، ونحن اليوم في مساندة لقضية كل امرأة تونسية، ونحن اليوم نطالبوا بتفعيل قانون 58 لتوقيف هذا النزيف اللي قاعد يصير اليوم ضد النساء. بالنسبة للمسيرة متاع اليوم، موضوعها في الحقيقة هو تحسيس وتوعية الشارع بالكاف للوعي بالعنف المسلط ضد النساء، لأن منسوب العنف ارتفع بشكل لا نظير له. ارتفع منسوب العنف كما وكيفا للأسف الشديد. كما يعني عدد العمليات اللي هي يعني شاهدنا فيها عنف موجه ضد النساء، ولكن أيضا نوعيا، باعتبار أن نتذكر جيدا في السنة الفارطة، بل في الربيع الفارط يعني من نفس السنة تقريبا، عملية الاعتداء بالرصاص يعني إلى حدود الموت للشهيدة رفقة شيرني. ثم هذه الأيام كلنا نعلم بنفس العملية التي انتهت بموت للأسف الشديد معناها السيدة وفاء يعني السبيعي. وبطبيعة الحال بالنسبة للمسيرة كما قلنا تجي اليوم في إطار التنديد والتشهير بالعنف المسلط ضد المرأة، العنف الذكوري للأسف الشديد. فنحن يعني نتحرك للأسف الشديد في فضاء ثقافة ذكورية رجالية آثمة ظالمة، لأنها لا تعترف بحقوق المرأة، بل تعتبر أن المرأة كائن مكمل وكائن ناقص في كل الأحوال للأسف الشديد. يعني إذا بالنسبة لتحركنا هذا يتم كما قلنا في إطار التحسيس والتوعية، توعية الشارع. وبالمناسبة أقول بالنسبة لأغلب الذين يتصورون أن العملية هي إعلان حرب على الرجل، العملية ليست إعلان حرب على الرجل بتاتا، وإنما هي ليست حرب موجهة من المرأة صوب الرجل، ولا هي العكس. أيضا نحن لا نتمثل أن الحرب هي موجهة من الرجل ضد المرأة، بقدر ما هي انشئنا حرب موجهة من العقلية التنويرية، العقلية التي تعترف بكامل حقوق المرأة وبالمساواة، ضد العقلية الرجعية الظلامية الذكورية التي لا زالت تتغلغل اليوم في الجسد الاجتماعي وفي السياق السوسيو ثقافي. إذن وبالتالي ليست العملية مثل ما ذكرنا هي إعلان حرب ضد الرجل بتاتا. حتى بالنسبة لأولئك الذين يتخيلون الأمر كأمرين، هي بالعكس تماما، هي نحو دائما تحسيس كما قلنا وتوعية الناس بمخاطر تلك العقلية الذكورية التي انتهت ب يعني وضع حد لحياة رفقة سابقا ويعني وفاء اليوم، لكن أيضا بين رفقة ووفاء وما قبل رفقة، وللأسف الشديد ربما بعد وفاء قد نشهد يعني عمليات عنف يعني تصل إلى حدود الموت، وهو ما طبعا نأسف له ولا نتمناه بطبيعة الحال. إذن هذا هو أساس تحركنا هذا اليوم في إطار التنديد ويعني توعية الناس بمخاطر العقلية الذكورية التي انتهت بالضرورة إلى الموت العنيف ووضع حد للنساء.